ليه فاولات ميسي بقت احسن بكتير مع الوقت على عكس كريستيانو؟ الراجل عنده 38 سنة ومع ذلك فاولاته بتتحسن اكتر واكتر. ميسي بياخد كام خطوة بسيطة بهدوء كده وبيلف الكورة بكل سلاسة وبيحطها في المكان اللي هو عايزه بالظبط. رونالدو بقى طريقته كلها بتعتمد على القوة، بياخد مشوار قبل ما يشوط عشان يولد اكبر قدر من القوة وهو بيضرب الكورة. وفي عز شبابه كانت طريقته دي خارقة فعلا، السرعة بتاعت تسديداته كانت بتوصل لأكتر من 80 ميل في الساعة. لكن المشكلة حصلت في 2014، وقتها اتصاب في ركبته إصابة قوية، واللي حصل بعدها إن سرعة التسديدة بتاعته قلت جدا. يعني دلوقتي معظم التسديدات بتاعته سرعتها حوالي 65 ميل في الساعة، وده بقى بطيء جدا بالنسبة للناكل بول اللي بيعتمد فيها طبعا على الدوران اللي بيحصل للكورة علشان تروح بشكل عشوائي لحارس المرمى وما يعرفش يصدها. فبالتالي مع السرعة القليلة الطريقة نفسها فقدت تأثيرها. على الناحية التانية ميسي طريقته أسهل بكتير لأنها معتمدة على المهارة وبس، وكل ما بيكبر في السن كل ما بيبقى عنده وقت أكتر إن هو يطور المهارة دي. وده طبعا منطقي جدا لان فاولاته بتيجي من نفس الاماكن تقريبا طول الوقت، فبقى متمرس فيها بشكل مرعب. اما رونالدو ففاولاته بتيجي من اماكن عشوائيه ومتفرقه بشكل كبير. المضحك بقى ان رونالدو عنده نوع تسديده تاني قوي جدا، اللي هو الكيرف بول، واللي ممكن يقلب بيه الدنيا بس ما بيستخدموش كتير.